طبعا يوم سويت على الفطور دولمة ما شاركتها وياكم ولا صورتها، قلت لأن يعني هواي مصورة وياكم. هسه شنو كملت هي وراح اطفيها اروح اصلي. يلا اصب خطية. اليوم اطلعت جمعة فالاولاد ما تغدوا بقوا وياي. هنا حضرت طبعا ما سويت لا زلاطة ولا ابد لان ما حد ياكلها. سويت هيجي خس خيار ترشي، وطبعا لازم صديقي يكون اللبن. هسه اصب الدولمة وخبز، بشوف شنو اسوي وافطر. طبعا متى اسوي شوربة لا اريدها على رمضان احسن، اعود احس باجواءها. طبعا كل شي رتبت، يعني صار فترة يعني يوميا ارتب مثلا مجار او باب من الكاونتر او شي. فخليت هذوله تعرفون اني مخليه بخور والش اسمه عندي مثلا وجوه كوشات وهاي هنا بهذا المجرات. فهسه قلت خلي ارتبهم انظمهم، واللي ما بيها مثلا هسه اكو هواي شغلات مخلصة اني. هذا البخور خلصان باقي كلش شوية، العطر مالته كلش طيب. هواي بخور اللي نوعيتها كلش زينة خلصانة. اوكي، فقلت امسح المجر وارتبه وانظمه زين. ترتب يصير حلو شوية طاقة. رتبته طبعا هيج ترتيب كلش بسيط. خليته هاي هنا أنا عندي هاي الشموع اللي طوال اللي دائما اشغلهم لاهل البيت زين. وهاي الشمعة طبعا باقي بس هذه واللون الاصفر عطرهم كلش طيب. طبعا استخدمهم كلش قليل زين. اسوي شوفكم المجال الثاني طبعا هو مرتب ما بي شي. ما ادري ليش الاضاءة نعطيه. هذا النجار بيه الشموع طبعا، هاي العلبة مال الشموع ومخليت لهم مال دوام الصباحي زين. شنو العطورات اللي يستخدموها بدوامهم الصباحي، مثل هاي عطر قصة مال شهد مال ياسر، وهذا مفيد تعرق هماتين. بس هذا هيجي يعني ما يستخدمون حتى ما ادري مشط، يعني شغلات بسيطة. وعندهم هاي المناديل هاي ضرورية لازم يوميا ياخذون واحد يوم. اي تعرفون مدرسة. هاي سماعتهم هذه هنا أنا مخلية التراب زين. وبس شغلة كلش مرتبة وحلوة. طبعا صار فترة وصلتني هذولي. هذا السيت بس شنو ما اقولكم خليته فوق الثلاجة وتركته ما صورته ولا ابد. شلون اجى مغلف. صدق بنات هواي سألتوني على البيج مال الرف الخوص زين. هواية بالتعليقات بالانستغرام بنات دخلوا لي زين. فقلت لكم من بيج اسمه جمجمة موجود على الفيسبوك وموجود بالانستغرام. اوكي، واذا قدرت راح اخلي لكم الرابط مالته بصندوق الوصف. هذا السيت شفته بالبيج كلش حلو، بس انصدمت من القياس. الصراحة قياسه كلش صغير. فشنو هو فنجان مو استكان يعني. هذا هو شوفوا. انتو تعرفوني اني شلون غرام وبهذا الخشبي مالته الكواليتي كلش حلو زين. ويا صينية طبعا. تقدرون حتى تستخدمون بس الصينية، تقدرون تخلون غير استكاين يعني
أنا جربت غير استكاين هذولا مالت الستاند الخشبي يعني هذه ما تصير صراحة، فبقيت عليه عادي. هاي هم هنا خلوه، بس الكواليتي مالتها كلش حلو والله، أنا كلش عجبني. يعني أكثر شي للقهوة، ما راح يصير للشاي، لأن محبين الشاي ما يحبون هذا القياس كلش صغير. أو تقدرون مثلا تستخدموه ويا فنجان القهوة، تخلون هنا المي وتقدموه. هذا هو شكله كلش حلو. وهنا يرجع الغالي، ويرجع البيت، ويرجع الخضار، ويرجع كل شي حلو عندي. شلونكم؟ شاخباركم؟ ان شاء الله كلكم خير يا روحي انتو. طبعا طولت عليكم وغبت عنكم تقريبا اسبوعين، بس الحمد لله والشكر كانت أمنية وتتحقق صراحة. تعبت من الانتظار، زين اكو بعض البنات يعرفون شنو اقصد، بس الحمد لله والشكر رجعت فرحتي للبيت. وهسه طبعا مستمر الخطار عندي، بس راح يجون اصدقاء زوجي، قلت خلي احضر الشاي وهاي السوالف المعمول. طبعا قلت انا لازم اسوي كليجة وهاي السوالف، بس قال لا تسوين كل شي، تعالي قعدي واسكتي، لا تعبين نفسك بهذا البرد ولا بد، لان كلش مشتاقين له احنا. فجاب والله جاهز مثلا هذا المعمول، وجاب هذا الكعك بس راشي، يعني عبارة عن راشي كلش طيب، زين. وكعك وهذا بسكت مبروش كلش طيب، وشاي بس جايين بالطريق، وقلت خلي اصور وياكم لان كلش مشتاقة لكم ومشتاقة للروتينات، وهواي سوالف سويتها بس ما قدرت اصورها، يعني تعرفون ضغط ومدارس وامتحانات شهرية صراحة، فاعذروني. المهم ان شاء الله يا ربي جاينا رمضان، ورمضان خير ومبارك عليكم، وراح اشوفكم ان شاء الله شلون سويت اشياء بسيطة وركن كلش بسيط من اللي عندي بالبيت. طبعا ما عليكم بياسر، الكل مريض وفلاونزا دا يشوفون صوتي. يلا بنات هسه شو اسوي؟ اروح اكمل شغلي وارجع لكم. اوكي.